انتوا سمعتوا قبل كده عن عمارة سبعاوي؟ العمارة اللي اي حد يدخلها عمره ما بيطلع. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو وصلي على النبي. العمارة دي موجودة في منطقتنا، صاحبها كان الحاج ناصر السبعاوي. زمان عملها سنتر دروس لاعدادي وثانوي، بس من 7 سنين حصلت فيها حريقة كبيرة وراح ضحيتها عيال كتير. بعدها قرر يهدمها ويعيد ترميمها، لكن العمال اللي اشتغلوا فيها حصل معاهم حاجات مرعبة. واحد وقع على دماغه حجر ومات، واحد تاني رمى نفسه من الدور السابع من غير سبب، وواحد الكهرباء مسكته لحد ما مات. غير اللي كانوا بيقولوا انهم بيسمعوا اصوات زمايلهم بينادوهم، رغم ان زمايلهم دول واقفين معاهم عادي. ومن ساعتها طلعت اشاعات ان العمارة ممسوسة وبقت مسكونة، مفيش مقاول ولا صنايعي راضي يقرب منها، واتقفلت وفضلت مهجورة اكتر من 7 سنين، لحد ما في يوم ابن يوسف دخل عليا بيعيط. الكورة اللي كان بيلعب بيها هو واصحابه دخلت جوه عمارة سبعاوي، وكل العيال خايفين يجيبوها. طمنت يوسف وقلت له سيبني اريح ساعتين وانا هجيبها، لكن صحيت متاخر على صوته. يا بابا اصحى هات لي الكوره زي ما قلت. خدت الكشاف ونزلت، واول ما دخلت لقيت الكوره قدامي، وانا بوطي امسكها الكوره جريت بعيد كأن حد شاطها. رجعت اقرب، نفس اللي حصل تاني. ساعتها قلبي وقع وحسيت ان في حد ماشي ورايا بخطوات تقيله وصوت نفس، وبعدين سمعت باب اوضه بيتفتح والكوره بتدخل جوه. دخلت وراها وفجأة الكشاف انطفى. الضلمة كانت كحل، وبعد لحظة حاجة اتحدفت في وشي وقعتني، وسمعت صوت يوسف فين الكورة يا بابا؟ تبعت الصوت وطلعت السلم لحد ما وصلت لدور عالي. فجأة يوسف رد فين الكورة يا بابا؟ لكن المرة دي من ورا ظهري. لفيت لقيت عيون كتير منورة حواليا من غير أجسام. الأرض تحت رجلي بقت زي رملة متحركة، جسمي بيغرس، نفسي بيتقطع وحاسس اني بموت. وفجأة كل ده اختفى، بس يوسف كان واقف قدامي ماسك الكورة. قلت له ايه اللي جابك هنا؟ ما ردش، اداني ظهره ومشي. جريت وراه لحد ما وقف عند شباك، بصلي ورمى الكورة تحت وبعدين نط وراها. صرخت لا يوسف! بصيت من الشباك لقيته بيتخبط وبيموت قدامي، وفجأة قوة غامضة شدتني انا كمان ورمتني. صحيت لقيت نفسي في البيت، جسمي متكسر، حواليا الجيران. يوسف جري عليا سليم. الناس قالوا لي ابنك عمره ما خرج من البيت من امبارح. يعني اللي شفته جوه العمارة كان يوسف ولا حاجة تانية؟ لو عجبتك القصة وحابب جزء تاني اعمل لايك للفيديو وتابعني، واكتب لي تحت في الكومنتات عايز اكمل.